هلو يا فنانين، في شوية أسئلة على الفيديو بتاع الريفرنس اللي ممكن نشتغل عليه على تطبيق سكتش بوك. دلوقتي أنا بضيف صورة من الجزء ده من فوق، بيكون في شكل الصورة بتاعت الجاليري العادية جدا. بختار أي صورة أنا عايزة أشتغل عليها وأصغر حجمها أو أكبره حسب ما أنا عايزة. وطبعا الصورة دي بتكون مضافة في طبقة لوحدها، في لاير لوحدها. أقدر أحرك اللاير زي ما انتوا شفتوا كده، وأقدر أغير مكانها. أقدر أخليها فوق السكتش أو تحت السكتش اللي أنا بشتغله. طيب بغير من هنا مستوى وضوح الصورة او الاوباسيتي بتاعتها، بخففها وتقلها حسب انا عايزة اشتغل عليها او عايزة اشتغل منها. زي ما انا حاطة العين على جنب وشغالة السكتش بتاعها تحتها على طول. هنا نقدر نستخدم اي اداة احنا بنشتغل بيها، مثلا قلم رصاص عادي جدا على السكتش بوك، واقدر اني اشتغل فوق الصورة. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يوضح السكتش بتاعي على الصورة. هنا ممكن نتدرب على الصورة تسهل عليا اني ادرس شوية اكتر في اتجاه النظرة، مثلا طريقة تصوير الكادر نفسه او الصورة اللي انا بشتغل منها whatever هي ايه. وكمان بتسهل عليا اني اقدر اخليها ريفرنس بعد كده واشتغل منها بدل ما اشتغل عليها. هنا بقدر اسحب هنا للباسكت اللي فوق ده، اسحب اللاير اللي انا مش محتاجاها واشيلها. خلاص هي كده اتمسحت، مش هتبقى موجودة تاني. اقدر اخلي الريفرنس بتاعي زي ما هو كده على جنب، واقدر اشتغل السكتش بتاعي على 2. هنا انا شغالة السكتش نفسه، خطوط نفسها في طبقة، والتظليل في طبقة